السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا البرجوازي كيقبل العرض ديال جمال اللي هو أنه تنازل شاف ليالي على المحل على قبل الولد ديالو. خرج البرجوازي بواحد الفيديو قبل لحظات تقول فيه أنه أخيرا تنازل للشاف ليالي على المحل وجميع المستحقات ديال المحل ديالو لصالح الزوجة ديالو الشاف ليالي على قبل الولد ديالو، ماشي خوفا من جمال، إلا أن هادشي كامل إخواني أخواتي باين بأنه خايف من جمال اللي يسرب ليه فيديوهات مع التركية، خصوصا أن جمال قال بأنه شاد على البرجوازي بزاف ديال الفيديوهات صوت وصورة مع التركية اللي باين البرجوازي انه مقفرها ديال بصح، ولا بانوا هاد الفضائح في السوشيال ميديا فراه غادي ينهي ولا غادي تنتهى الكارير ديال البرجوازي وما غاديش بان في السوشيال ميديا. مازال هادشي اللي قال جمال، فاعطاه عرض بانه يتنازل للشاف ليالي على المحل والا غادي يفرش كل شيء وغادي يفضحوا اكثر واكثر بعد ما فضحوا مع بزاف ديال الفتيات منهم خديجه اللي في العمر ديالها 45 سنه. وقال جمال بانه كيستغلها وكي كياخذ منها الفلوس على اساس انه يتزوج بها. هاد خديجه هذه اللي عندها 45 سنه ومطلقه، فهي خرجت مع هاد جمال هذا اللي المحتوى ديالو هو انه تيستي شي وحد مع وحده، فجهد خديجه كانت على علاقه مع البرجوازي لربما انتهت العلاقه وخدات عطات لهاد جمال هذا النمره ديال البرجوازي وبغات تفضحوا مع وحده اخرى اللي تيستاتو. شفنا داك الاوديو مع ديك الفتاه واللي دخل فيها البرجوازي شي حوايج اللي وصلوا يعني امتى يتلاقاو وامتى شنو كيعجبك وشنو ما كيعجبك، يعني حتى وصلوا النهار اللي غادي يتلاقاو فيه وفين. ف يعني مشى مع الخط كما كنقولوا. هو مازال على ذمه الشاف ليالي هادشي بزاف اللي تعجبوا ليه الناس بزاف. ما توقعناش نهائيا ان البرجوازي يخرج بهذا الاوديو هذا. البرجوازي خرج وكذب وقال بانه ذكاء اصطناعي وداكشي كامل دايرينه باش انه يطيحوا به، لكن في واحد اللقاء صحفي اللي خرج به مؤخرا قال بان فعلا داك الاوديو فرا بصح ما كاين لا ذكاء اصطناعي لا والو، وكذبت في ديك القضيه هذيك. كنشوفوا كذلك البرجوازي الان بما انه كذب في هذه القضيه هذه بزاف ديال الناس هاجموه وقالوا ليه بما انك كذبتي في هذه فرا غادي تكون كذبتي في بزاف ديال الحوايج. كذلك شفنا لقاء صحفي مع هذه القناه هذه واللي قال البرجوازي في واحد المقطع ديال الفيديو انه طلب من التونسيه انها تعطيه 20 مليون في الصداق، فهي ما قبلاتش وقالت لي ان نعطيك فقط 10 مليون. فشرط عليها البرجوازي انه ما يولدش معاها لان خاف على السلاله ديالو كما قال البرجوازي، خاف لا تديها لتونس بما انها ساكنه في تونس. هذه الجمله هذه تعرضت كذلك بزاف ديال الهجوم. واش البرجوازي عن قصد كيدير هذا الشيء هذا باش يطلع المشاهدات والبوز او لا فعلا هو شخصيته هكذا؟ شنو رايكم اخواني اخواتي في هذه الخرجات ديال البرجوازي وهذا الكلام اللي تيقول؟ خليوا لي الراي ديالكم في خانه التعليق. مع السلامه.